بحكم ولا أحد علق في الأمر. ماذا يدل على ذلك؟ يدل على ذلك أنهم لم يجدوا فيه أي إهانة لوقع، وأنه بعدما وضع المسودة الصحيحة، المسودة كلها فيها المملكة المغربية الداخلة، فيها مؤسسة الدولة بكل احترام. واحد باش نقول لك الشكايات، لأن شكون دار هذا اللي دار المعاينة؟ هو المسمى عرواك، هو سبب هذه المشاكل، هو المزور، هو المفرط على مسؤوليتي، هو ذاك الصديق ديالو. لأن مدينة يقدم بهم شكاية في البركو. يا أخي أنا كنلقي باللائمة العصابة حمزة مومبيبي لا زالت تعمل إلى حدود اليوم، ويجب على السلطات العمومية والأمنية والقضائية مواجهتها. إذا كان المديني الحمد لله باجتهاده استطاع تقديم شكاية حتى وقعت هذه المجموعة الإرهابية والإجرامية في يد القضاء، لأنها كانت كدير الترويع ديال الفنانة والمواطنين، وكانت كتوضع لهم الفخاخ والدسائس، فراه هي اللي صنعت الجريمة. من أهان الوحدة الترابية المملكة هي عصابة حمزة مومبيبي، من أهان الهيئة المنظمة هي عصابة حمزة مومبيبي. انتقام وفبركة والزوير ليس إلا. أنا لا أدري كيف أن النيابة العامة والشرطة القضائية ما وصلوش للفاعل الحقيقي، وقد قدمنا شكاية. والحمد لله حنا عندنا ثقة في النيابة العامة وفي الشرطة القضائية، راه سيصلون بحكم خبرتهم في هذا المجال كما وصلوا إلى عصابة حمزة مومبيبي واستطاعوا فك الشفرة ديالها، ذلك القرصان الأسود المجرم. سيصلون بكل تأكيد إلى الفاعل اللي هما غيكونوا هاد الجوج هادو.
لان المدني هو ضحيه ملف وقضيه تفجير قضيه حمزه المنصور. صحيح، هذه بخلاصه استنتاج صحيح وبناء على دلائل. كيف ذلك؟ شكون اللي دار محضر المعاينه هذا ما سموه بالمسوده؟ هو هرواك. بالله عليكم، وكنسائل ذكاء المشاهدين ديالكم، كيف واش وقعت في التاريخ المغربي واحد كيدير محضر المعاينه وكيرجع للور وكيوزعوا للجمعيات؟ هذه اول قرينه سوء النيه. واش درتي محضر معاينه تصور معاه ولا درتي تنفذ الاجراء؟ لماذا لم يقدم المسمى هرواك؟ وانا ادعو الشرطه القضائيه وادعو النيابه العامه من خلال الموقع ديالكم يفحصوا الهاتف ديال هرواك الى حدود اليوم، وسيجدون بحكم معرفتي بالملف سيجدون اتصالات له مع مجرمين شاركوه الجرم وشاركوه طبخ هذا الملف هذا ديال المدينه الى حدود اليوم. والله لو فتحوا هاتفه حتى يلقاو الاجرام الى حدود اليوم. انا سمعت كاع بلي صار الحكم قضائي قبل الحكم، ولكن حنا ما تبعتش الامر. هذه كنوجهوا واحد الشكايه للنيابه العامه تحرك، والمديني راه مواطن مغربي. المساله الثانيه، دلائل على عدم مسؤوليه المديني على هذا التقرير المفبرك المزور. المديني دار 18 تقرير كلها وطنيه، كلها اعتزاز بالوطن والمقدسات. تقرير واحد مسوده التقرير وقع فيها المشكل واحد. النقطه الثانيه، 4 جمعيات بين قوسين، جمعيات خلقت لتقديم الشكايه المديني. احدها الرئيس ديال الاولى في سجن عكاشه، الثانيه والرئيس ديالها عنده 40 شكايه، هو موضوع مذكره بحث. والثالث والرابع كلهم هذه جمعيات كتقتات على حساب الوطن وما عندها علاقه لا بالوطنيه. الا كان شي واحد حنا نقدموا بهم شكايه، هاد المتآمرون من هاد الجمعيات. هاد الجمعيات لا وطنيه لها، هذه بغات تتاجر بالملف المديني وبغات توقعوا في الاجرام. وحنا راه تيقين في ان السلطات المختصه ستبحث في هذه الجرائم. كما بحثت في عصابه حمزه المنببي ستجد عصابه ضد المديني. 4 ديال الشكايات، كل شكاية بها مسودة تختلف عن المسودة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. المسودة الأولى فيها 2 المسودة الثانية فيها 4 المسودة الثالثة فيها 6 أسطر، المسودة 8 أسطر، كل واحد فيهم كيزيد 2 أسطر، وواحدة تختلف عن الواحدة كلية وجملة وتفصيلا. وحدة إذا كان المديني ما دارش عليها وحدة. قلت في المحكمة أيها الأغبياء، وأصف هذه الجمعيات حتى في تزويركم وتلفيقكم ونصبكم لم تكونوا أذكياء، لأن الغباء غباؤكم سيطر عليكم. بغاو يزيفوا ويزوروا، ولكن الله فضحهم والحقيقة فضحتهم. ويمكن لي نقول لك أنا بكل احترام، أنا أحترم الأحكام والأحكام فوق راسي، وإن هذا الحكم فيه خطأ قدر. وهذا الحكم قضية المديني سيكون لها ما بعدها. من الناحية القانونية أنا كنوجه واحد الصرخة للمشرع من منبركم القيم: آن الأوان لتعديل قانون المسطرة الجنائية والتنظيم القضائي. يجب ألا يسمح وألا يمكن قاضي فرد من الحكم على مواطن 4 أو 5 سنوات. هذه مفسدة كبرى من حيث المبدأ، ماشي كنهضرش على القاضي أو الحكم. هذه مفسدة كبرى ومفسدة مطلقة. باش نعطيو القاضي واحد يحكم على واحد المواطن بإعدامه من الحرية واحد 5 سنين، هذا غير مقبول. وكيما نرجعوا للعهد السابق يكون الجناح التأديبية هيئة مشكلة من 3 قضاة. علاش تنقول 3 قضاة؟ حتى تكون هناك حكمة، حتى يكون هناك تبصر، حتى يكون هناك تداول، حتى يكون هناك مدارك جماعية. لأن أنا صراحة خفت على راسي وكنخاف على حقوق جميع المواطنين. يعني الحكم كان فيه نوع من التسرع. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية دابا التعديلات القانونية، وحنا في جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان سنرفع بيان إلى الجهات المختصة المكلفة بالتشريع وحتى السلطة القضائية وحتى النيابة العامة باش نفكروا هذه مصلحة وطننا
ومصلحه القضاء بلادنا وحقوق المواطنين ديالنا خصنا نفكروا فيهم. المساله الثانيه وهذه تؤلمني هو التامل في اخر الجلسه. ما يمكنش القاضي يحكم في اخر الجلسه. قدمنا العشرات من الوثائق، رفعنا 14 ساعه والقاضي كيحكم لي في 45 دقيقه. هذا غير مقبول. انا اهيب للمشرع التدخل، لان التامل ما يكونش هو كيعطي اجل حتى ل 15 يوم، ولكن يكون تنصيص على ان الحكم يصدر داخل اجل 15 يوم، وان لا يكون الحكم في اخر الجلسه، لانه هذا مدعاة للتسرع، وهذا مدعاة لعدم قراءه الوثائق، وربما حتى بعيد على هذا الملف باش ما نسماش هو استخفاف بالمسؤوليه القضائيه. ما يمكنش وثائق كثيره. قدمنا 4 المسودات باش يقراو القاضي، خصو نهار. كيفاش 45 دقيقه؟ واش حكم كان جاز حتى لهاد الدرجه؟ يعني كنهضرش على هذا الملف، هذا جميع الملفات. حنا ذاك القاضي الحمد لله، باش نكون معك صالح، القاضي سير الملف بواحد الكفاءه، ولكن الحكم كنقولوا على انه كان غير صائب وكانت فيه اخطاء قانونيه سنناقشها في الطور الاستئنافي. حنا كنثقوا في قضائنا. خسرنا الشوط الاول ونعترف، ولكن ما خسرناش لضعفنا او خسرنا لان الظروف. اكثر من ذلك المحكمه ما سعتش الى تحقيق العداله واثبات الحقيقه. تقدمنا طلب اجراء خبره على ذاك المجموعه ديال الواتساب باش نتاكدوا بشكل علمي ودقيق ورصين بانه الواتساب هل وقع فيه تحريف ام لا. وانا شخصيا عندي اصدقاء ديالي خبراء، عندي مجموعه الاصدقاء كنعرفهم خبراء في هذا الشيء الواتساب وهذا الشيء ديال الالكتروني، سولتهم قلت لهم هل سؤال قانوني ماشي مديني، اي واحد مديني غير مثال، هل اذا ارسلت واتساب او اي فيشي درتو في واحد المجموعه هل يمكن ان يتعرض للتزوير والتحريف؟ قالوا لي هذا سؤال لا يطرح، هذا بديهي. اي واقول لكم بصدق، وقفت امام القاضي قلت له سيد الرئيس، حتى نبعد عنا هذا التزييف وهذا الفبركه ونكونوا موضوعيين. وجهت سؤال للقاضي سيد الرئيس، انا كرافع او خرجت واحد الشخص، ما نقولش الزملاء لان الزملاء كنحترمهم ونوقرهم، واحد الشخص دخلت الهاتف ديالي ورسل منه شي رساله، فهل ستدينني وكانت هذه الرساله مثلا مسيئه او جريمه؟ هل ستدين محمد الهين علمه لان هل يكفي الهاتف على انه القول انه ارتكب الجريمه؟ اكثر من ذلك قلت له اذا ذهبت دابا انا خرجت من القاعه ومشيت للسياره ديالي وجيت وقفت عليا ولقيت على انها فيها مخدرات، واش تقول الهين تيدير المخدرات دون ان تبحثوا وان تمحصوا الحجه والدليل؟ يعني قدمنا للمحكمه عشرات الحجج والدلائل. اكثر من ذلك المديني في بدايه الجلسه المحكمه قالت على تلقات واحد الرساله من المديني، اش كيقول فيها؟ انا وطني ملكي معتز بالوحده الترابيه معتز بالجيش المغربي الباسل، وقال هو بلسان مرتفع، قال لك انا سليل اسره ديال الجنديه، جدي توفي وهو يؤدي الخدمه العسكريه، والدي جندي اشتغل في القصر اكثر من 14 سنه، وكان يرى الملك صاحب الجلاله بجانبه. اذا رجعتوا للفيسبوك الصور ديالو كلها وراء الملك والرايه. وقلت للسيد الرئيس، قلت له انا حضرت مع السيد المديني في التقرير رقم 17 ملي كيساليو كيديروا واحد البرقيه ديال الولاء واخلاص الى جلاله الملك. فين هذا المديني؟ المديني تلاعبوا بذاك المجموعه ديال الدردشه، وكان الهدف هو اقتياده الى السجن، وتم اقتياده للسجن. انا ما كنقولش العقوبه قاسيه ولا مؤلمه ولا، انا كنقول العقوبه اصلا ما كان لها ان تكون، لان احنا مؤمنين ببراءته وعداله القضيه. لكن للاسف شفنا الحكم بذاك الشكل، واصلا الجريمه راه من جرائم حريه التعبير في العالم. ما كاينش هاد 4 سنين في العالم، نتحدى شي واحد يجيب لي شي عقوبه في العالم على حريه التعبير 4 سنين. يعني هذا الحكم يعني ولا يمكن تصوره حتى في الاحلام، لا قضاء ولا غير لا قضاء. تحدثوا يعني المباشر المساله متعلقه بالفبركه
الادوات الالكترونيه، الواتساب، التطبيقات. سؤالي مين انت ذكرتي حمزه منبذ هذا الملف هذا اللي خلق واحد الجدل كبير وتخوف كبير من كل المغاربه، هو شنو المصير ديال هذه الادوات هادو يعني اللي تسبوا سواء يعني التطبيقات الواتساب اللي المتابعه ولا البحث للكشف عن الحقائق المتعلقه بقضيه حمزه منبذ، يعني شنو المصير ديالهم خاصه يعني قبل من محكمه النقد يعني ما تحسمش في الصفه النهائيه. دابا باش نفهم السؤال ديالك زميلي العزيز، دابا كتكلم ليا على الملف ديال عصابه حمزه منبذ، ما كتكلمش على الملف المدني. باش نكون معك واضح، باش غير هو الراي العام على المصير ديال هذه الادوات بالنسبه لعصابه حمزه منبذ، هذه عصابه ارهابيه ماشي غير اجراميه. انا كنقول عصابه ارهابيه، ما كاينش ما اكثر ضرب الشرف وضرب بالوطنيه ديال الناس وضرب ومسات يعني ناس باخلاقهم في شرفهم، يعني جرائم يعني يشيب لها الولدان. والقضاء راه العقوبات كانت مخففه بالنسبه ليا. هذوك اللي كنخصهم 4 سنين ماشي المديني. صور معايا كيزيدوا 4 شهور، كيزيدوا المديني 4 سنين. يعني ولك ان تتخيل زميلي دون ان اثير، انا نسكت وانت نخلي الجمهور الكريم يفسر كيفيه التعاطي بين حقوقي وطني ملكي 4 سنين، عصابه اجراميه صله، والاضافه في الاستئناف 4 شهور. واش غنقول؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني هاد الناس كيفاش كيفكروا زوير في براكه في هاد الويلات اللي صابت هاد الناس. نقول لك انه نهضر بشكل مجرد بالنسبه للاليات او الادوات المحجوزه، المشرع المغربي كينص على انه ملي كيصبح حكم نهائي لا تعقيب فيه، ما كاينش نقولوا اتلاف واحد الوثائق او اليات او ادوات وغدا الملف يرجع لمحكمه النقد وما لقاوش الوثائق، يعني يمكن اجراء خبره وخبره عليها. اذا كان الملف النهائي اصبح نهائي بشكل مبرم غير قابل للايطان، فهنا نميز بين نوعين من الاليات. الاليات اللي استعملت بها اللي كانت اداه في ارتكاب الجريمه، فهذه يتم اذا كان ممكن ان تباع فيتم مصادرتها لفائده الخزينه العامه، وديك الساعه الخزينه العامه كتبيعها وفق اجراءات البيع. اذا كانت مسائل غير قابله للبيع فيتم اتلافها. اذا كانت مسائل ما ترتكبتش في الجريمه راه يتم ردها الى اصحابها. فهمتي معايا؟ حنا بالنسبه نمشيو للسي المديني. السي المديني هذا الصباح قبل ما تجيو عندي بواحد نصف ساعه المديني اتصل بيا والحمد لله بواحد النفسيه. انا حاولت نواسيه ولكن نقول لكم بصدق لقيته هو اللي كيواسيني. يعني قال لي السي هيني الله يرحم الوالدين بلغ هيئه الدفاعي كل الشكر والامتنان. وقال لي واحد الكلام، قال لي سيدي نحن بين الحياه والموت. انا بغيت نعيط لك باش نقول لك يا سيدي هيني الخير ديالكم والجميل ديالكم لن انساه في حياتي وما تقلقوش، وانا سابقى يعني قلت له حافظ على النفسيه ديالك وبقى صامد. قال لك انا اللي ضرني هو المس بالوطنيه ديالي، متى الاعدام ما يضرنيش، ولكن قال لي انا كنتالم وانا اتالم معه بمواطن عرفته خبرته. وقلت للقاضي قلت له والله عرفت ضرت شكات عندي على ان هذا السيد ممكن يهين الوطن ديالو او يهين المؤسسه والله ما نوب عليه. قلت له حق الدفاع مضمون، ولكن انا ما ندافعش، دافعنا عنه لاقتناعنا الصميمي وبسكيناوتي وكان بين الحياه والموت. انا راه ما يا الناس راه ما ضرني غير المس بوحدتي الوطنيه وبانتمائي لهذا الوطن. كنعتذر منكم. قلنا يعني والله الا الدموع كنحبسها، ولكن لا صحيه الحمد لله. ماشي هو مريض ولكن ماشي شيء، ومسكين مؤمن بقضاء الله وقدره، يعتبر هذا الحكم قضاء وقدر. وقال لي انا عندي غير على القضاء، وهذا الحكم اساء لي واساء الوطن واساء الملك واساء الجميع. وقلت له ودي انا راه حكم ابتدائي وكلنا عندنا امل، وحتى هو مؤمن بانه في الطور الاستئنافي ان شاء الله نتوقع ان يتم معالجه، لان القضاء الاستئنافي يكون اكثر حكمه واكثر رزانه واكثر تكوينا وكفاءه من القاضي الابتدائي. هذه علاش المحكمه الاستئناف كتكون بدرجه ثلاثيه. نحن نؤمن
وندعو كل حكماء هذا الوطن على مختلف الأجهزة والمؤسسات أن تتدخل، لأن الأمر وصل الصيل الزبا، وهذا الملف دار خدوش على الملف الحقوقي ديال الوطن، وما خدش حتى السمعة ديال القضاء المغربي. يعني واحد السيد كيقول لك انا ملكي وطني وهذا الشيء مفبرك، ما دير خبره، ما تسمع شهود وربع سنين وافعال العقلاء تصنع العبث. يعني هذا يعني نقول لك خطا قضائي فادح وغير مستصاغ، يعني ونتمنى ان يتم معالجته. وعندنا اليقين يعني اذا ما توفقش القضاء في الابتدائي يدرك الحقيقه، فنتمنوا ان القضاء الاستئنافي يدرك الحقيقه. هو نهار 8/2 راه عنده جلسه ديال الملف الاول ديال التشهير، وان شاء الله حنا غنبقاو دائما وكنطلبوا من هذا المنبر ديالكم على ان صاحب جلاله يعفو عليه، ماشي حيت خطا، حيت انه ما ارتكبش خطا وتم الحكم عليه ظلما بسبب ادله مزوره لم يتحقق قضاء من صحتها وزوريتها، ولم يبذل القضاء اي جهد في سبيل التحقق من براءه زميلنا السيد المديني. هو وجه رساله للصحافه اللي كتدافع على القضيه ديالو، ووجه رساله لكل المحبين ديالو والانصار ديالو في الداخل والخارج. وقلتها له وانا غيرت لقيت مئات وكنتبع ما يدور في الميديا وفي وسائل التواصل الاجتماعي، هناك تضامن مع قضيه المديني لا نظير لها. الحمد لله ما اراده هؤلاء المزورين من المس بالمديني رجع إليهم، والحمد لله الكل تأكد من وطنيته ومن إخلاصه. وقال في المحكمة، قال شعار الخالد الله الوطن الملك. من أنت حتى تقول على أنه مس بحضر التراب؟ من أنتم كديروا هذه الشكايات المزورة؟ أنا ما نقدرش نضرب في وطنية واحد الشخص مجرد أنه يقول لي أنا وطني ملكي. انتهى النقاش، انتهى العبث. ما رأيناه في هذا الملف هو عبث، وما كان هذا الملف أصلا أن يفتح. شكرا لكم.